أهلا بيكم أبطال أولى إعدادي في listening على الدرس الثاني listen to، وهنتكلم فيه عن my screen time. my screen time. Hi, I am Ayman, a 13-year-old student. I love my digital life. يعني بيقول hello, hi، أنا أيمن، أنا عندي 13 سنة، تلميذ عمري 13 سنة. أنا بحب my digital life يعني حياتي الرقمية. Every day، كل يوم. I spend about 3 hours. أنا بقضي about يعني حوالي 3 hours 3 ساعات on my smartphone على التليفون بتاعي. I use social media يعني أنا بستخدم السوشيال ميديا. I use social media to chat with my friends يعني لأتحدث مع أصدقائي and watch funny videos وأتفرج على فيديوهات ممتعة on the internet يعني على الإنترنت. It's fun but sometimes I spend too much time online. It's fun but sometimes يعني إنه لأمر ممتع ولكن أحيانا I spend too much time يعني أنا بقضي وقت طويل online يعني على الإنترنت. My mom says ماما بتقول my mom says يعني ماما بتقول I need to reduce يعني أنا لازم أقلل my screen time وقت الشاشة بتاعي يعني الوقت اللي أنا بقضيه بستخدم فيه الشاشة أو بستخدم فيه التليفون أو اللابتوب because لأن ده it affects يعني بيؤثر my sleep بيؤثر على النوم بتاعي. She is right يعني هي محقة. Sometimes أحيانا I feel tired in the morning أنا بشعر إن أنا مرهق في الصباح. I also أيضا use my tablet for homework بستخدم التابلت بتاعي for homework like researching for projects زي البحث على المشروعات. Digital devices يعني الأجهزة الرقمية دي are great يعني عظيمة أو رائعة ولكن I think أنا أعتقد we need to balance يعني لازم نوازن them بينهم with outdoor activities مع الأنشطة الخارجية. تمام، يبقى بكل بساطة الجزئية دي بتكلمني عن سكرين تايم يعني وقت الشاشة. خلي بالكم الموضوع بتاع وقت الشاشة ده مهم جدا جدا وبيتكرر كتير فنركز عليه. ماي سكرين تايم وقت الشاشة بتاعي. قلنا لما نيجي نتكلم عن حاجة تخصني ملكي بقول قبلها ماي، يبقى ماي سكرين تايم يعني وقت الشاشة بتاعي. دايما بيقول ان هو تلميذ عمره 13 سنة بيحب حياته الرقمية وكل يوم بيقضي حوالي 3 ساعات على التليفون بتاعه بيستخدم السوشيال ميديا يتكلم مع زمايله وبيتفرج على فيديوهات مرحة ممتعة على الانترنت. بيقول ان الانترنت دوت ممتع تمام ولكن هو بيقضي وقت طويل جدا عليه ومامته قالت له انه need to reduce يعني لازم يقلل السكرين تايم بتاعه ده. ليه بقى؟ because it affects his sleep. هو بيقول it affects my sleep انما انا لما اجي اتكلم عنه بقول it affects his sleep وقت النوم بتاعه او النوم بتاعه. وبيقول ان مامته محقه لانه احيانا بيحس ان هو tired. sometimes I feel tired هو بيحس ان هو متعب ومرهق in the morning يعني في الصباح. وكمان بيقول انه بيستخدم التابلت بتاعه لعمل الهوم ورك او الواجب زي researching for projects زي البحث عن المشروعات. بيقول ان الديجيتال ديفايسز الاجهزه الرقميه are great رائعه عظيمه ولكن هو بيعتقد ايه بقى؟ بيقول I think we need to balance لازم نوازن them اللي هي بين الاجهزه الرقميه دي مع with our activities او outdoor activities مع الانشطه الخارجيه بتاعتنا. ندخل على القطعة الثانية بتتكلم عن the hybrid bus. لما نقول على حاجة hybrid إن هي يعني إيه hybrid يعني بتعمل في الحالة دي سواء غاز مع كهرباء أو كهرباء مع ديزل بقول عليها hybrid. فإحنا بنتكلم هنا عن the hybrid bus. بيقول Egypt has launched its first hybrid bus in Aswan. أول hybrid bus تم الإعلان عنه في مصر كان في أسوان. It runs on both يعني بيعمل بكلا إيه بقى؟ electricity and diesel يعني الإلكتريسيتي الكهرباء والديزل تمام اللي هو البنزين. helping reduce بيساعد إيه بقى؟ reduce يعني يقلل pollution يعني التلوث. يبقى الهايبريد باص ده بيقلل بيقلل التلوث. وبيعمل ايه كمان؟ بيقول and protect the environment يعني وبيحمي الانفايرمنت يعني البيئه. The bus was made by an Egyptian company. وبيقول لي ان الباص ده اتعمل من خلال Egyptian company يعني شركه مصريه.
and includes modern technology يعني وبيحتوي وبيشمل تكنولوجيا حديثة like smart navigation زي الملاحة الحديثة الذكية and quiet engines والمحركات الهادئة أو الصامتة. It supports وكمان بيدعم Egypt's vision يعني رؤية مصر 2030. Egypt's vision 2030. لما نيجي نقرا يا ولاد السنين، اسهل طريقه اقرا بيها السنه ان اقول ايه؟ ان اقول السنه دي رقمين. اسهل طريقه اقول بيها السنه ان اقولها ايه؟ رقمين. يبقى هنا عندي 2030 هقولها 2030. هقولها ايه؟ 2030. في طريقتين اقولها بيها، لا اما 2030 لا اما 2030. يبقى بيقول لي ان الهايبريد باص ده supports يعني بيدعم Egypt's vision رؤية مصر 2030 for clean smart cities لمدن نظيفة وذكية. Most parts of the bus are made locally. بيقول لي معظم أجزاء الباص ده معمولة إيه؟ معمولة locally يعني محليا. creating jobs وده طبعا بيوفر فرص عمل. This bus is just the start of Egypt's journey. يقول لي الباص ده الأتوبيس ده مجرد بداية لإيه؟ Egypt's journey to greener smarter transportation. يبقى مجرد بداية لرحلة مصر لإيه؟ لمواصلات أكثر ذكاء، وجرينر هنا بمعنى إن هي صديقة للبيئة.